السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى اخوات في الدنيا؟ طبعا مع بعض كده النهاردة هناخد طريقة ووصفة جميلة جدا بتخلي العيش معانا كده يرتفع بسرعة معانا في الشتاء، للناس اللي هي المعجنات بتاعتها ما بترفعش وبتغلبها كده على ما هي تختمر او ترتفع معايا يا حبايبي. طبعا كده هعمل معاكم العيش الشامي وهقول لكم على طريقة جميلة جدا تخلي العيش معاك يرتفع بسرعة. اول حاجة كده هتجيبي نسبة السوائل بتاعتك اللي انت هتعجني فيها. لو انت مش فاضية وراكي شغل كتير ومش لاحقه ان انت تعجني وفي نفس الوقت عايزه عجينك يرفع بسرعه، هتضيفي الخميره بتاعتك كده والسكر والماده الدهنيه. طبعا انا بعمل عيش شام يا حبايبي، ما بحطش ماده دهنيه كتير، انا بحط بس ربع كوبايه من الزيت على على قطعه الخميره، وبحط 3 4 معالق من السكر يعني، واللبن بتاعي. طبعا انت لو عايزه تعجني العيش الشامي بالميه ده عادي خالص، لو ما عندكيش الا كوبايه ميه بس، كوبايه لبن على كميه بقيتها ميه عادي خالص يا حبايبي. بس الاول حاجه كده الوصفه المعجنات بتاعتك ايا كان كنت بتعملي عيش شامي زي او قرص، اي حاجه عايزاها بالخميره ان هي ترفع معاكي، فانت لازم تعملي الخطوه بتاعتي دي، ان انت تربي الخميره بتاعتك. يعني ايه تربي الخميره يا ملك؟ يعني تجيبي الخميره بتاعتك كده وتجيبي كميه السوائل اللي انت هتحطيها عليها، وتبداي ان انت تقلبي المعلقه فيها كويس جدا لحد ما تدوبي المكونات بتاعتك، وتركنيها وتغطيها وتركنيها كده. شايفه كميه الخميره ارتفعت على الوش ازاي؟ طبعا الكلام ده كله مع معلقه دقيق يا حبايبي، معلقه دقيق الاول. امهاتنا زمان كانت بتربي الخميره كده، كانت بتحط كمية يعني معلقة دقيق على الخميرة من مثلا من المغرب، وتقوم الفجر تعجن عليها. لا احنا دلوقتي طبعا نختلف خالص. انت قايمة بدري ووراكي ولادك عايزين مدارس وعايزين ده وده ووراكي شغل كتير، اعملي الحاجة دي وغطي عليها لحد ما تخلصي اللي وراكي، ابدأي انزلي بالكمية اللي انت هتعجنيها واعجنيها، وان شاء الله تبقى كويسة معاكي. طبعا كده انا بعجن العيش الشامي يا حبايبي. انت لو عندك كيلو من الدقيق وعايزه تعملي ايه، وعايزه تحطي له السوائل بتاعته، لو ما عندكيش الا كوبايه لبن واحده حطيها وكملي العجن بميه عادي خالص، مش هيزعلك. وحط كميه زيت صغيره، هو بنحط عليه زيت بس، ما بنحطش عليها اي سمنه عشان ما يبقاش شكل القرص. احنا عايزينه عيش عادي بس، بنضيف له بقى اللبن والزيت والحاجات ديت يعني ايه. طبعا ما بنحطلوش ماده رافعه خالص يا حبايبي، يعني من اللي هي البيكنج باودر او كيك الشيف او الحاجات دي، هي الخميره والسكر، واهم حاجه السكر والزيت، وربع كوبايه الزيت دي. طبعا انا حاطه ربع كوبايه الزيت دي على كميه العجين الكبيره اللي انتوا شايفينها، حوالي 2 كيلو دقيق او 2 ونص، يلتقي التلاتة يا حبايبي. طبعا انا ما بعبرش دقيق بتاعي لانه هو شغل بيتي طبعا، وانا طبعا شغاله فيه على طول، فيعني ايه ما باخدش ان انا يعني بعمل كده البيت عادي، ما بتفرقش معايا لان انا ايدي واخده على الشغل ده وعارفه يعني ايه، عارفه نظامي يا حبايبي. طبعا العجينه زي ما انت شفتيها، اي عجينه في الدنيا اول ما تبداي فيها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تعجنيها اركنيها ان هي ترتفع معاكي شويه زي ما انت شفت كده، لحد ما تيجي تقطعي العجينه كده زي ما انت شايفه كده، تلاقيها ناعمه معاكي وتحسي ان هي حريريه كده. طبعا بتعجني وتلتي العجينه كويس زي ما انت شفتيني لحد ما العجان ينضف قدامك زي ما انت شايفاه كده، من اي حاجه فيه عجن بقى ودقيق او اي حاجه معاك. طبعا اللي وصل لحد هنا ما ينساش يدعمني باللايك والكومنت الطيب والاشتراك في القناه، وبشكر كل اخ واخت بيدعموني في القناه بتاعتي يا حبايبي. شايفين انا ابتديت ان انا اقطع يعني ايه، بتقطعيه حجم الليمونه الكبيره وبتقطعيه على الدقيق يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا قطعت كميه في العجان وكميه زي ما انت شايفاه، وطبعا في الفرد بتاعي انا بدي تعفيره من الدقيق تحت كده زي ما انت شايفه، وتعفيره على الوش. فدي عشان ده يا حبايبي عيش مش قرص، لو قرص ما بتديلهاش اي نسبه من الدقيق فوق او تحت، لا ما بتحطيش حاجه خالص. انما كده لازم تدي تعفيره من على الوش وتعفيره تحت منه كده، وتفردي وتجيبي قماشه تفرديها ايه، وتبداي ان انت ترص عليها الايه، العيش بتاعك طبقات كده فوق بعضه عادي. انما القرص بتفرديها في الصاج بتاعها زي ما هو، بتاخد نسبة من كمية الدهون كبيرة يعني اللي انت بتدخليها فيه. انما ده ما بياخدش ازيد من اللي انت شفتيه كده، السكر والزيت بس كميات صغيرة. ولو عايزة تعجنيه بمية عادي، لو عندك كوباية لبن واحدة بس تضيفيها عليه. انا بضيف لبن عشان غناوة العيش يا حبايبي، يبقى غني كده وكويس معايا.
وده متواجد عندي. ببدأ افرده زي ما انت شايفاه كده معايا في الفرد. طبعا زي ما قلت لك، اول ما بتبداي عجينك بتقولي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وفي نهايه العجن بتاعتك بتقولي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وتختمي عجينك. ليه يا حبايبي؟ عشان البركه بتاع العجين تبقى موجوده فيه. زي ما انت شايفه كده الفرد بتاعي اهي يا حبايبي، بتفردوها زي ما انت شايفينها كده. انا بحاول افرد لكم، بصوا كمية العيش قدامكم عشان تبقى واضحة معاكم. طبعا فردتها وهسيبها ترتفع بقى كده حوالي ساعتين، ساعة ونص، ساعة، اديها اللي هي لحد ما ترتفع معاكي وتحس ان العجينة مرتفعة معاكي. طبعا كده انا خبزته في الفرن الفلاحي يا حبايبي، وبوريكم نظامه كده. طبعا انت بقى ما عندكيش فرن فلاحي زي حالتي كده، طبعا اكتر الناس ما عندهاش، ما بتستخدموش اصلا. في فرن البوتاجاز انا بعمله يا حبايبي في فرن الغاز على عين البوتاجاز. ممكن تحطي صينية الفرن بتاعتك وتخبزي عليها، او عندك مثلا طاسة ان هي ما بتلزقش فيها كده وتشتغلي عليها عادي. في اي مكان هو بينخبز. في فرن البوتاجاز حطي برضو الصينية بتاعتك في الفرن في نص الفرن، ولعي من فوق ومن تحت بس بدرجة حرارة عالية يا حبايبي، عشان العيش ده يعني بيحب الدرجة ان هو يخش ويطلع على طول عشان يبقى طري معاكي، لان هو عيش مش قرص يعني بينشف. انما لما تخبزيه كده وتحطيه على بعضه زي ما انت شايفاني معايا كده، شايفه ان انا حطاه على بعضه ازاي، بغطيه كويس بقى واركنه، بيطلع بالمنظر الجميل اللي انت شفتيه في اول الفيديو واللي انت هتشوفيه دلوقتي. ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده زي العسل. اتمنى تجربوا طريقه العيش، جميله جدا وسهله وبسيطه. كيلو من الدقيق، 3 معالق من السكر، معلقتين من الزيت، وكده هيبقى كويس معاكي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.